يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وخاتم المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، ثم أما بعد. القرآن هو دستور هذه الأمة. القرآن هو كلام الله المنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعبد بأحكامه. القرآن هو شفاعتنا، أو الذي يعني الله سبحانه وتعالى يشفع لنا به يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن، ركز قوي في الحديث ده، من حفظ القرآن فقد حوى النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. يعني إيه معنى الحديث ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الإنسان اللي يحفظ القرآن زيه زي الأنبياء، ولكن هو لا يوحى إليه، فالنبوة انقطعت بنزول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولذلك الذي يحفظ القرآن ويتعبد بأحكامه ويتعبد بآياته ويعمل بأحكامه، فهو عند الله سبحانه وتعالى له أرقى المنازل. ولذلك يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ولذلك القرآن لابد في حفظه من مراعاة أحكامه. ما هي أحكام القرآن الكريم؟ هي أحكام التجويد، فلا بد. ولذلك قال الشاعر: ومن لم يعني والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. ولذلك طلبة العلم الذين يحفظون القرآن عليهم أن يجتهدوا في يعني العلم بأحكام التجويد. ولذلك يعني لابد أن نراعي ذلك. يعني احنا بنحتاج كده في حياتنا اليومية، مثلا في الخمس صلوات عاوزين اللي يقف بينا أمام في القبلة، يعني وهذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقف في هذا المقام لابد أن يكون على علم كامل بأحكام التجويد، فلابد من مراعاة أحكام التجويد عند تلاوة القرآن الكريم. ولذلك يعني نفتقد هذه الجزئية. يعني البركة طبعا في أولادنا الذين يحفظون القرآن، والبركة في طبعا أساتذتنا، والأستاذة شيماء ربنا يبارك فيها، فهي طبعا علم من أعلام القرية بتاعتنا. فنأمل إن طبعا عاوزين زيادة في العدد في الحفظ، وعاوزين طبعا طلبة مجتهدين، فالقرآن يأخذ بنا إلى طريق الفلاح وإلى طريق النجاح. فطبعا ده رقم واحد. يعني القرآن مش هيأثر على دراستنا، القرآن ده هو سبيل الفلاح. يعني لو انت جبت واحد طالب ما بيحفظش القرآن وطالب بيحفظ القرآن، هتلاقي في فرق كبير جدا في العقلية بتاعته. يعني القرآن يفتح مدارك الإنسان. يعني سبحان، يعني شوف بقى الطالب اللي بيكون حافظ القرآن، يعني عارف أحكام الدين وعارف يعني أحكام التلاوة، ويقرأ القرآن ويتعبد بأحكامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فشوف الفرق اللي بينك وبين الطالب او الواحد اللي بيبقى بيلعب في الشارع وما بيحفظش قرآن. انت الحرف اللي انت بتقرأه بتاخد عليه 10 حسنات، بل ويضاعف الله سبحانه وتعالى الى 700 ضعف. يعني في فرق في اخلاقك انت. يعني القرآن سبحانه وتعالى يعني يسيطر على اخلاق، يعني الاخلاق بتاعتك بتبقى كويسة، بيبقى انسان سوي. لكن اللي بيبقى في الشارع بتسمعه يقعد يشتم في ده وبيغلط في ده وبياخد ذنب على اللي هو بيقوله. فطبعا في فرق كبير بين الانسان اللي بيحفظ القرآن، وفي فرق كبير بين الانسان اللي ما بيحفظش. والاهالي، احنا مشكلتنا طبعا في البلد يعني، وده طبعا الواحد شايف طفره طغت على الكلام ده، بان الناس دلوقتي اتجهت انها تحفظ ولادها القرآن. ليه؟ لان طبعا بيخلي اخلاق الانسان كويسه، بيخليه انسان سوي، بيبقى عارف ازاي يعامل والده، وازاي يعامل والدته، وازاي يعامل اخواته، وازاي يعامل الناس في المجتمع. لكن بخلاف كده بنلاقي مثلا الطالب في الشارع اللي بيلعب ليل ونهار عمال يشتم في ده وبيغلط في ده، وده طبعا لما بيشتم واحد التاني بيشتم عليه ابوك وامك، وكلام طبعا يعني ربنا يهدي الناس كلها يعني. فطبعا ده اتجاه كويس ان الناس عندنا في البلد بدات تفهم وبدات تعي ان ازاي نحفظ اولادنا، لان ده طبعا الحاجه الوحيده اللي ابنك سبحانه وتعالى، اللي ابنك يعني يوم القيامه هيدور عليك عشان يعني يلبسك تاج الوقار. يعني الطالب اللي بيحفظ القرآن اما
يقابل ربنا سبحانه وتعالى هيدور على والده وهيدور على والدته علشان يلبسهم تاج الوقار يوم القيامه. ما بالك بقى الانسان اللي ما بيحفظش؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هتيجي